واش سعيد؟ السلام عليكم. سعيد فكرين، رئيس جمعية الهدى للنهوض والتنمية الاجتماعية والتضامن للحرفيين. في هذا النهار درنا هذه الحملة تحسيسية وفي نفس الوقت تنظيف المقبرة، وبغينا كاع الجمعيات كنا كنتسناوهم باش يجيو عندنا ونتعاونوا معاهم. الساعة تقريبا كل شيء يخاف من الشتا وتخلى علينا شوية. هدف منها تحسيس المواطنين بالنظافة المقبرة. علاش ما تكونش عندنا حتى حنا مقبرة بحال ديال النصارى، تكون نقية وزوينة وبنادم اللي بغى يجي يزور يعرف منين يدخل منين يخرج وما يخافش. دابا هنا ما كتقدرش، كاين العيالات اللي ما كيقدروش يجيو، ولا الرجال كيخافوا من الكلاب من الحناش، كاين بزاف د الحوايج هنايا. السلام عليكم. نتوما معنا اليوم في امام مقبره بالمليح، حمله نظافه وحمله تحسيسيه في نفس الوقت، حضر من تنظيم جمعيه الهدى ومجموعه المحمديه بالاعلام السكانيه والجروب ديال الروف اللي في فيسبوك. الحمد لله كما كتشوفوا رغم المطار والجو البارد كل شيء لبى الدعوه. كاين واحد 40 تقريبا 40 ديال الناس كاينين هنايا، وكما كتشوفوا راه كينقيو في المقبره. هذا العمل اللي نورمالمون خص ديروا المجلس البلدي، اللي كتكون واحد الميزانيه ديال الديزيرفاج كتخرج سنويا وما كنشوفوا فيها والو. نقينا حنا الربيع، شوف تبارك الله دريات رجال ودراري صغار تا هما كاينين. وكنشكروا كل اللي حضر، كنشكروا جهويه بريس، محمديه بريس، خالد قريش وكاع الاخوان، وكنشكرهم على هذا الشيء اللي داروا، لانها مبادره تستحق التشجيع. شكرا. انا شفت الفيسبوك لقيت واحد جمعيه الهدى دايره واحد العمل تطوعي لتنظيف مقبره المحمديه، وانا كمسؤول في جمعيه اتلانتيك للتنميه والبيئه والشؤون الاجتماعيه لبيت الدعوه وجينا رغم الجو ممطر، فاحنا ما كيهمناش لان المجتمع المدني هو هذا خصو يتطوع باش يعطي المثال، لان مدينه المحمديه خصها تكون عندها جمعيات قويه اللي كتحدى الصعاب. ما كيهمش الجو يكون ممطر ولا ماشي ممطر، هذه رحمه ديال الله سبحانه وتعالى كنحمدوه عليها، ولهذا فانا كنشوفها بديره محموده. أتأسف كثيرا لأن بعض الجمعيات ما جاتش، وإن دل على شيء فإنما يدل على أن هناك علامة استفهام ربما، لأن شحال كاينه من جمعية كون جاو على النص غتكون تقريبا واحد 200 و 300 جمعيه اللي غتخدم المقبره، وهذا عمل تطوعي، هذا ولا عمل تطوعي ماشي شي حاجه اخرى. وكذلك ما ننساش بان هذا الجو الممطر كنشكر الصحافه الالكترونيه المسموعه والمرئيه اللي جات ولبت الدعوه، لان انا ديما تنقولها تيكونوا حاضرين ليل نهار صباح مساء ومحايدين، ما كيهمهم لا المجلس البلدي لا عمله المحمديه لا اي فئه، تيخدموا لصالح مدينه المحمديه. وتنقول لهم برافو عليكم من هذا المنبر ومن هذه مقبره المسلمين، وشكرا.